للمعتز. معتز عايز يلعب اماميه، خدها بقى حمودي ويزقها لبابا اركو. بابا اركو من الظهر شبك بابا اركو يا اركو يا على اللاعب الخبره. خبره مفيش كلام، هدف ماركة الخبره مفيش كلام. اترمت له حلو قوي من حمودي، حطها عدى بالكوره، زقها من فوق وائل اسماعيل، طلع له احمد فوزي قال له تعالى لي هنا عشان تفتح لي الجول، وحطها من فوق منه. هدف مفيش كلام، هدفك الثاني يا بابا اركو لفريق سموحه. وايه في الدقيقه نقوله الاخيره من الشوط الاول، ودقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع. بص شوف بقى حمودي رماها لبابا اركو، والله ضحك على وائل، عدى طلع له احمد فوزي، حطها من فوق بليسنج، ما يعملهاش غير هداف قناص محرز اهداف زي بابا اركو. يسجل، بص بابا اركو يعدي ويلعب الكوره ويحط الهدف، يسجل الهدف الاول لسموحه. ادي مره واثنين وثلاثه جايه لنا من اكتر من زاويه. هدف جميل والله، 25 نقطه. وعايز اقول لكم فرقتين سكندريين هم اللي على القمه دلوقتي، سموحه والاتحاد السكندري. وادي حماده يحيى، حماد علي خلص اجاد وخلص على علي، يسجل. نقوله ايه في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدل من الضائع. وفرحه في الجهاز الفني لفرقه سموحه، يعني هدف بيخلص المباراه. بابا اركو بيسجل في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، وعلاء علي بيسجل في الدقيقه الاخيره من الشوط الثاني. كده بنقول مبروك لفريق سموحه. علاء علي بيسجل هدفه الثاني على التوالي، سجل الاسبوع الماضي هدف الفوز على المقاولون العرب، والنهارده بيسجل هدف الاطمئنان. بص شوف علاء علي بيعمل ايه، عدى وفات وخد ببرجله ويحط الكرة فوق المجيد احمد فوزي ويسجل، والكرة في الشبكة، واحمد فوزي بيندب حظه. انما عايز اقول لك يا فوزي عملت النهارده مجهود جميل جدا. هارد لك 2 سموحة لا شيء.